محمد شكري عامل قلبان في الاهلي والزمالك. الزمالك في الميركاتو الشتوي اللي فات طلب محمد شكري من سيراميكا، والاجراءات كانت ماشيه زي الفل وخلاص. محمد شكري هينتقل للزمالك. ده دخل الاهلي في الصفقه، وقف الصفقه وقال لسيراميكا كليوباترا ان هو هيشتري منهم محمد شكري بس في الانتقالات الصيفيه. وفي بند في عقد محمد شكري ما بين الاهلي وسيراميكا ان الاهلي لو دفع 9 مليون محمد شكري يرجع تاني النادي الاهلي. بس حصلت مشكله. مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي رافض مستوى محمد شكري، شايف ان مستواه مش اللي هو مستنيه كباك شمال في النادي الاهلي، خاصه ان هو شايف علي معلول يعني باك شمال سوبر. فعشان تمشي معلول لازم تجيب حد في نفس مستوى علي معلول، لكن محمد شكري مستواه اقل من علي معلول. ده وجهه نظر كولر، شايف ان هو مش عاجبه محمد شكري. طيب الخطيب يعمل ايه دلوقتي؟ هل يسيب شكري؟ طب لو ساب شكري ايه اللي هيحصل؟ هيتنقل للزمالك، يبقى في صفقه قويه جدا لنادي الزمالك. فهو دلوقتي مش عارف، يعني عايز واحد بديل لمعلول بس يبقى في نفس مستواه. طب وشكري هيعمل فيه ايه؟ هيسيبه للزمالك؟ فهو دلوقتي مش عارف يجيبها منين. ومعلول عشان يجدد محتاج فلوس كتير، اتكلم في 1.5 مليون او 2 مليون دولار، وعنده عروض من الخليج ومن قطر. فالوضع دلوقتي كله مستني، كله مستني. طبعا سيراميكا اي يعني لو الاهلي قالوا لا خلاص شكري هيطلع على الزمالك. فاحنا مستنيين اليومين الجايين في شهر ابريل هنعرف شكري هيروح الاهلي ولا هيروح الزمالك ولا هيروح في اي اتجاه.